السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض تخزين لورق العنب بطريقة جميلة جدا وسهلة. هتحفظيه في الفريزر يقعد عندك بالسنة ونص، تسحبي منه هتلاقيه أكنه طازة بالظبط. يعني ماما مفيش أحسن منها في تخزين الخضار بصراحة. نسمي الله. وقبل ما نشتغل، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احنا جبنا كمية ورق عنب كتيرة. تمام. هوريكم الاول ان احنا هنغسله بمية وخل، بدل المرة يجي 3-4 مرات لحد ما نحس ان المية ما شاء الله صافية ونضيفة، مية جارية. تمام. ودي خطوة مهمة جدا، ان انتي تغسلي الخضار كويس قوي، عشان الحاجات اللي بيرشوا بيها هي اللي بتساعد على ان الحاجة تبوظ وما تتحفظش لمدة طويلة. فاحنا كده غسلناه يمكن 4 مرات لحد ما لقينا المية صفيت تماما. لحد كده تمام. بمية وخل، والمية تكون جارية جارية، يعني مفتوحة باستمرار. صلوا على النبي يا جماعة. بعد ما غسلنا كمية ورق العنب معانا، هنجيب فوطة وقماشة نضيفة نفرش عليهم ورق العنب اللي اتغسل كويس جدا لحد ما يتصفى ميته وينشف تماما زي ما انتوا شايفين كده. قماشة طبعا تكون نضيفة جدا، فوطة تكون خاصة بالحاجات دي، نفرش عليها ورق العنب المغسول ونسيبه لحد ما يجف تماما. هو كده بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى هنشوف هنخزنه ازاي مع بعض. كيس من كيس اللبن النايلون العادي خالص، بحط كام ورقة فوق بعض زي ما انا مورياكم كده في الصورة اللي في اول الفيديو، واحط العروق. انا ما بنرميش العروق، دي ايد ست الكل امي ربنا يبارك في صحتها يا رب. احنا ما بنرميش العروق، احنا بنفرش العروق لما بنيجي نعمل ورق العنب في ارضية الحلة، بتدي مزازة وبتخلي ورق العنب له طعم، يعني اكنك لسه مطلعاه من الارض. ودي طريقة تانية برضو، ان انت تفردي الكيس خالص وتقومي برمى الكيس على ورق العنب. اهم شيء ان انت وانت بتحطي ورق العنب في الكيس لازم تفرغي منه الهواء تماما، ما تخليش فيه اي هواء، تفرغيه زي ما انت شايفة كده. وابرم الكيس واقفله كويس قوي، وهنخلص الكمية كلها مع بعض. ادي الورق كده فوق بعض والعروق وببرمها، وخلصنا الكمية. يا رب يكون عجبكم.